السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف حلقة من الحلقات المهمة جدا، وهنعرف خلالها أهم الفروقات بين الدايجستين أقراص والترياكتين أقراص، وهنعرف دواعي استعمالهم وإيه هي جرعة كل نوع. وقبل ما نبدأ في الحلقة عايزك توقف الفيديو وتجهز كوباية الشاي المتينة بتاعتك، ويلا بينا نبدأ. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا، دوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. خلينا نبدأ الأول بالدايجستين. والدايجستين بيحتوي على مادتين، مادة البابين، وده إنزيم بيساعد على تكسير البروتينات لأجزاء أصغر عشان يسهل امتصاصها، وللعلم بيتم استخراجه من فاكهة البابايا. تاني حاجة السنزيم، وده إنزيم بيساعد في هضم النشويات والدهون والألياف وبيحولها لجزيئات أصغر. وعشان تعرف برضه فالدايجستين بينزل منه شراب وأقراص، لكن الشراب بيكون مضاف كمان معاه مادة البيبسين، وده إنزيم بيعمل على هضم البروتينات الموجودة في الطعام، بس الشراب بقاله فترة كبيرة ما بينزلش. طيب يا دكتور، ايه هي دواعي استعمال الدايجستين او بنستخدمه في ايه؟ اول حاجه بنستخدمه كفاتح للشهيه، كمان بيوصف في حالات عسر الهضم، كمان بنديه في حالات حدوث نقص او خلل في انزيمات الجهاز الهضمي، وممكن يوصف في حالات الشعور بالامتلاء بعد الاكل وانتفاخ البطن، وبيكون مفيد في حالات التهاب الامعاء او المعده. طيب يا دكتور، هل برضه نقدر نستخدمه لزياده الوزن؟ الدايجستين بيساعد على هضم الطعام وتحويله لاجزاء اصغر عشان يسهل امتصاصها، وبالتالي بيتم امتصاص المزيد من الطعام في الأمعاء بشكل أكبر، وده بيساعد الشخص في الحصول على سعرات حرارية أعلى لو كان بيتناول أطعمة فيها سعرات حرارية عالية. والدايجستين لوحده ما بيكونش فعال في زيادة الوزن، الموضوع بيعتمد في الأساس على تناول أكل فيه سعرات حرارية أكبر من اللي بيحتاجها الجسم. طيب يا دكتور، هل أقدر أستخدم الدايجستين للقولون؟ الدايجستين بيحتوي على مجموعة من الإنزيمات الهاضمة اللي بتساعد الجسم على هضم الدهون والسكريات والبروتينات، وبعض الدراسات لقت إنه بيساعد في تقليل أعراض القولون العصبي لو الشخص خده قبل الأكل. طيب يا دكتور، إيه هي الأعراض الجانبية للدايجستين أو أضراره؟ الدايجستين يعتبر أمان جدا، لكنه ممكن يسبب بعض الآثار الجانبية عند بعض الناس، زي الانتفاخ، الغثيان، الغازات، والإمساك. طيب يا دكتور، إيه هي جرعة الدايجستين أقراص أو بنستعمله إزاي؟ جرعة الأقراص بتكون قرص 3 مرات يوميا وسط الأكل، أما الأطفال فبياخدوا معلقة صغيرة 3 مرات يوميا قبل الأكل. وبكده نكون عرفنا كل حاجة عن الدايجستين، وخلينا بقى نتكلم عن الصنف التاني وهو الترياكتين. والترياكتين بيحتوي على مادة السايبروهيبتادين، ودي بتتبع الفيرست جنريشن انتي هيستامينيك أو مضادات الهستامين من الجيل الأول، وبيعمل عن طريق منع إنتاج مادة الهستامين، ودي مادة في الجسم بتسبب ظهور أعراض الحساسية. كمان الترياكتين ليه تأثير مضاد لهرمون السيروتونين، وده الهرمون المسؤول عن الإحساس بالشبع، وتقليل كميته بيساعد في زيادة الشهية. طيب إيه هي دواعي استعمال برشام ترياكتين أو بنستعمله في إيه؟ أول حاجة بنستعمله في حالة وجود احمرار وتهيج وحكة في العين، كمان بنوصفه في حالات العطس وسيلان الأنف الناتج عن الحساسية والمهيجات في الهواء وحمى القش، كمان بنوصفه في حالات الحكة الجلدية، وبرضه بنوصفه لعلاج الحساسية بسبب نقل الدم، كمان بنوصفه للحساسية تجاه الأدوية، وأشهر استخدام ليه حاليا إنه بيستخدم كفاتح للشهية. طيب إيه هي الأعراض الجانبية للترياكتين؟ حبوب الترياكتين ممكن تسبب بعض الأعراض الجانبية عند بعض الناس، زي جفاف الفم والأنف والحنجرة، دوخة والشعور بالنعاس، شعور بالغثيان وميل القيء، ضيق في الصدر، صداع، ضعف في العضلات. وفي بقى بعض الأعراض الجانبية ممكن تكون خطيرة، زي إنه يحصل صعوبة في التبول، مشاكل في الرؤية، والعصبية. عشان كده لو ظهر أي عرض من الأعراض التلاتة دول فلازم ترجع للطبيب المعالج فورا. طيب يا دكتور، إيه هي موانع استعمال الترياكتين أو مين الناس الممنوعة من استعماله؟ أول حاجة ممنوع في حالة وجود حساسية أو كمان في حالات الربو، كمان ممنوع في حالات الجلوكوما اللي هي ارتفاع ضغط العين، وممنوع على مرضى القرحة، وممنوع في حالة وجود صعوبة في التبول وتضخم في البروستاتا، وممنوع في حالة وجود مرض في القلب أو ارتفاع في ضغط الدم، وكمان ممنوع في حالة وجود فرط نشاط في الغدة الدرقية، ويفضل عدم وصفه لكبار السن لأنه غير آمن بالنسبة لهم. كمان ممنوع في حالات الحمل والرضاعة الطبيعية. طيب يا دكتور، إيه هي جرعة الترياكتين أقراص؟ الجرعة في المتوسط بتكون قرص من 3 مرات يوميا ل 4 مرات يوميا، بس خد بالك إنك ما ينفعش تزود عن 8 أقراص في اليوم. كده نكون عرفنا الفرق بين ترياكتين أقراص ودايجستين أقراص، وعرفنا جرعة كل نوع فيهم ومين الناس الممنوعة تماما من استعمال كل نوع. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي.
ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ليها مع أصحابك عشان الناس تانية تقدر تستفاد منها. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.